بدأ الألم باكرا من اسمها أحلام، ثم امتد لكل مساحات البياض الشاسعة. في الدرب الطويل التقت جمرتها التي ما زالت متقدة، ذهبت إليها، احتفت بها ذاكرة لا تخون في رماد الوقت، ومن الضفاتر أطلت نبرة بهية. أحلام مستغانمي اسم لروائية لهامة جزائرية عربية، حتى وإن رأت النور يوما بتونس إلا أن رائحة المكان تقول إنها من قسنطينة. تكبر أحلام كما يفعل كل البشر، لكن إبداعيا كما لا يفعل كل البشر. تفتح دفاترها، ومن الحبر العتيق تطل هامة رجل يسمى محمد شريف هو والدها. بينهما يتواصل التدفق. الرجل لم يكن يتقن غير الفرنسية، وفي الضفة المقابلة أحلام بهوسها للعربية. بينهما كان جدار اللغة، لكن الجدار كان أبا بإحساس عال. فهل جربت الجدران يوما كيف تفتح الأحضان واسعة لتتلقف لهفة طفلة تتوق لأن تؤرخ لنضال والدها؟ بداية السبعينيات تتخرج أحلام من جامعة الجزائر ضمن أول دفعة للأدب العربي. تتعاطى الشعر والأثير، تسافر بعدها لباريس لتلتقي صحفيا لبنانيا. تتقاطع النبضات، الرؤى، فيتزوجان. تتفرغ لتربية أبنائها ولبيتها. في الفاتح من نوفمبر عام 1992 كان سي محمد شريف يودع الدنيا. هو الذي عرف السجون الفرنسية، وهو الشاهد على التحولات التي كان يعرفها البلد في اللحظة التي كان رفاق الثورة يشعلون شموع الفرح لهذا الوطن. سنة 1993 تطلق رائعتها الروائية ذاكرة الجسد، التي أسالت الكثير من الحبر وغيرت خارطة الأدب الجزائري والعربي. رواية أعادت خالد بن طوبال للرسم هو المهووس من باريس بمدينة قسنطينة. أربع سنوات بعد ذلك، سنة 1997 تواصل أحلام اكتساحها لمقاعد الأدب بفوضى الحواس، فوضى امرأة قررت أن تقفز على سلطة الشرقي والذكوري. سنة 2003 تشعر أحلام بالتعب الجميل من الأصوات التي رافقتها على مدار عملين، على مدار جرحين كاملين. فتقف عند سرير خالد وهو يودع الدنيا. يعبر الرجل لطمأنينته وتعبر أحلام لقلقها. نسيان.com كتاب آخر لها، أطلت لتقرأ عبره حرمان المرأة العربية وتوقها للحظة حب وصدق. كما في سجلها أكثر من ديوان شعر وأكثر من نجاح. أعمالها تسافر للغات أخرى من العالم، لكن يهمها أن تظل على قيد الكتابة، على قيد الرواية. هي العارفة كملك حداد أن المحطات وحدها لا تسافر.